أهلا وسهلا فيكم عند إبرة وخيط، معكم هدى صالحانة. أهلا وسهلا فيكم بمشغلنا، تفضلوا. ماما الله يرحمها كانت تخيط لنا، هاي المكنة الوالدة وعليها تعلمنا وعليها كنا عم نلعب. لتسمي المحل أي شيء بدك تصلحيه يقولوا لنا بالبيت روحي جيبي الإبرة والخيط. طلع كل شيء فيه أفكار حلوة، أنا لازم وجهها للموضة الحلوة. بحب لبنان القديم، لبنان التراث الحلو، لبنان الأناقة. نحن بيت الفلكلور اللبناني. كل شغل الهاند ميد هو شغل بيظهرك من العالم اللي حواليك، بتصيري انت بعالم تاني. هو رياضة فكرية، بترجعي بتشحني طاقتك، بترجعي بتشحنيها طاقتك كليا. يعني أنا بس كون عم فصل أو عم برسم باترون ما بسمع إذا حدا مشي حدي، ما بسمع، كليا بفصل لحتى أرسم وركز وخلص. وهيدا هو، ما في أحلى منها هيدي المصلحة صدقيني للمعالجة النفسية والرياضة الفكرية. نحن كإبرة وخيط بنصنع كل شيء قماش، فبلشت من حبي وشغفي للتاريخ بلشت أقرأ عن تاريخ بيروت وعن تاريخ الست البيروتية شو كانت تلبس. هون مستوحية الأشكال اللي أنا بصممها وبرسمها. هذا الطنطور ألمنيوم، في هذا الطنطور قماش، هيدي ملوحة دبيكة بالملوحة. بالإضافة للعباية نحن متخصصين بصناعته. هالقصص اللي بتنطلب السبيشل حسب كل واحد هو شو ذوقه، فنحن بنعمل كاستمايز، بنترجم أفكار الزبون لحقيقة يقدروا يلبسوها وينبسطوا فيها. الماتريال اليوم منا رخيصة، بس أنا قد ما فيي عم وفر على الأهالي بهذا الموضوع. عنا هون الكلاتشات، وش صينية للضيافة، مثلا طب الفنجان، فك ده مسكات إيد البراد. هون عنا الكراسي، كرسي هون مثلا توت توت وعم تزمر على الكوع. بيجوا لعندي مثلا من كندا من امريكا بدهم يلبسوا شيء ناشونال داي، كل وحده بدها تحكي عن بلدها، بيجيبوا لنا الصوره من المسرحيه وانا بدي هذا الفستان، وكله طبعا نحن بننفذه وبنلبسهم اياه باقل كلفه ممكنه. بحب أعلم لأنه الحرف اللي نحن بنعملها هي عم تنقرض. خياطة مش للناس اللي ما بتعرف تقرأ وتكتب. بنفتح صفوف دوراتنا، عنا تفصيل وخياطة، عنا تفصيل وخياطة ليتعلموا كيف يرسموا الباترون الأساسي وكيف يخيطوا فساتينهم، تنانيرهم، ثيابهم يلي بيلبسون البنطلون اللي هو. هيدي دورة طويلة قسمتها لعدة دورات. يلي بدها تتعلم بس بنطلون بعلمها بس بنطلون، اللي بدها تتعلم بس تنورة بعلمها بس تنورة. في عنا تعليم شخصي وفي عنا تعليم جروب وفي عنا تعليم للان جي اوز، بعلمهم يقدروا يطلعوا الباترون الاساسي ومنه بيطلعوا اللي بدهم اياه. بنعلمهم تفصيل خياطة، كيف يتعلموا على المكنة، كيف يقصوا، كيف يمدوا المدة. بالاضافة لعنا التطريز الالكتروني، العباية منطرز اي رسمة برسمها على الكمبيوتر بقدر اطلعها وبحددها هونيك. نحن بنعلم كمان اعادة تدوير، بنعلم فيها الباتشورك. فانت شو بتحبي تعملي؟ بتعمليه شرشف لطاولة، بتعمليه توت باج، بس بيطلع قطع فنية جدا رائعة. وعنا اكتيفيتيز بنعمله نحن كل سبت، بنقدر نستقبل من 10 ل 20 ولد، بيصبوا جفسين بلونوه لجفسين وبيعملوا لحالهم تحفة وبيلعبوا وبنغني يعني